ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. ايه، مش هتفعلوا الجرس وتشتركوا بقى في القناة عشان يوصل لكم كل جديد؟ اه، بتتفرجوا بس وخلاص؟ لا، لازم تفعلوا الجرس وتتابعوني. انا بحبكم كتير كتير، ولازم كمان انتوا تتابعوني عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها عشانكم، وتقولولي ايه رأيكم. ازيك يا ياسمين يا حبيبتي؟ يلا بقى، انا هحكيلك حدوتة هتعجبك كتير، عشان انت بقالك كتير وجع دماغي. كل ما تشوفيني يا تيتا احكي لي حدوتة، يا تيتا احكي لي حدوتة. ايه يا ياسمين، كفاية زن. خلاص، انا هحكي لك حدوته وهريح دماغي، عشان بعد كده ما تفضليش كل شويه يا تيتا يا تيتا يا تيتا، عايزه اسمع حدوته. خلاص، يلا بقى يا ياسمين هحكي لك حدوته. هي يا تيتا، هي يا تيتا، بجد بجد هتحكي لي حواديت؟ الله، انا بحب الحواديت خالص. انا بشكرك جدا يا تيتا. خلاص يا تيتا، انا هسمع الكلام وهستنى حواديتك. كان يا مكان، كان في بنت جميلة اسمها ليلى، وكانت عندها تيتا بتحبها خالص خالص. وجت تيتا قالت لها ايه؟ قالت لها يا ليلى، روحي روحي اطلعي هاتيلي العلاج ده عشان انا تعبانة خالص، بس خدي بالك من الثعلب المكار، احسن تلاقيه بره. خدي بالك وبصي حواليكي كويس. قالت لها ما تخافيش عليا يا تيتا، انا شاطرة، انا هروح اجيبلك العلاج وهاجي على طول، ما تخافيش عليا. قالت لها خلاص يا ليلى، يلا وانا مستني. وبعدين بقى يا ياسمين، طلعت ليلى وخدت بعضها ومشيت. كان الثعلب واقف بره بعيد مراقبها. عمل ايه بقى الثعلب؟ راح فتح الباب بالراحة ودخل عند تيتا، يعني ما راحش ورا ليلى، دخل لتيتا جوه عشان يقدر يخدع ليلى، عشان كانت ليلى بنت ذكية جدا، وهو كان بيفكر يخدعها ازاي. دخل جوه لقى تيتا نايمة على السرير، راح واخدها مكتفها وحط لزقة على بقها عشان ما تصرخش ولا تطلع اي صوت وليلى تسمعها. وراح الثعلب المكار واخد تيتا مخبيها، قال لها انا مش هاجي جنبك غير لما ليلى تيجي. جت ليلى من بره وفرحانة انها جابت العلاج لتيتا، فتحت الباب وما تعرفش ان الثعلب المكار مدبر ليها حيلة. عمل ايه بقى الثعلب المكار يا ياسمين؟ فحر حفرة كبيرة كبيرة جنب السرير، وراح حاطط فوقيها سجادة عشان ليلى لما تيجي تمشي على الأرض فيها. وبعد كده عمل ايه الثعلب المكار؟ لبس هدوم تيتا
ولبس نضارتها، وكمان حط سنان زي سنانها في بقه عشان ليلى تفكره تيتا وتروح له. وراح جايب رقاق كتير وحطه على السرير ونام عليه واتغطى، عشان كل ما يتقلب صوت الرقاق يطلع يتكسر ويقول يا عظمي، يا عظمي، ظهري بيتكسر. المهم دخلت ليلى وفكرته تيتا بجد. تيتا، انا خفت من الحدوته، انتي عماله تقولي لي الثعلب المكار بقى تيتا، وانتي تيتا قاعده جنبي. انا خفت بقى منك، يعني الثعلب المكار ممكن يبقى تيتا؟ انا خايفه خالص. لا، تعالي بقى كملي لي بقيه الحدوته وانا نايمه على السرير، وخليكي جنبي، بس انا برضو بحب حواديتك. انا عارفه انه كله حدوته مش لازم اخاف، بس انا ببقى مركزه معاكي قوي. يلا يا تيتا نروح على السرير. اديني جبتك اوضتك اهو يا ياسمين، لسه عايزه تكملي الحدوته؟ طب يلا انا هكملها لك ونامي، وكل يوم هحكيلك حدوته هتعجبك. انتي عارفه احنا وقفنا لحد فين يا ياسمين؟ لحد ما الثعلب المكار كان عايز ليلى انها تيتا. وليلى بقى لما دخلت وشافته بلبس تيتا وبالشكل ده ابتدت تشك فيه واحدة واحدة، فقالت له ايه ده يا تيتا، انت عينك مالها كبرت كده ليه؟ رد الثعلب المكار وقال لها عينيا كبيرة يا ليلى عشان اشوفك بيهم. قالت له ايه ده يا تيتا، وكمان ايدك بقت كبيرة قوي. قال لها الثعلب عشان امسكك بيهم. فردت ليلى وقالت له ايه ده يا تيتا، سنانك كبرت كده ليه؟ قالت لها عشان اكلك بيهم. استغربت ليلى وخافت وحست انه هو الثعلب المكار، وفضلت تفكر هتعمل ايه عشان الثعلب ما يقدرش يعمل لها حاجة. ايه ده يا تيتا، الثعلب المكار ده طلع لئيم قوي، انا مش عارفة ليلى هتعمل معاه ايه بقى، هتتصرف معاه ازاي هو لئيم كده ولبس لبس تيتا بتاعتها وبيخوفها كده؟ يا ترى ليلى هتعمل ايه وهتقدر عليه ولا لا؟ لا يا ياسمين، انت ما تعرفيش، ليلى انتصرت على الثعلب فعلا وفكرت في حيلة جميلة. ليلى قالت لتيتا يا تيتا يلا خدي العلاج بقى مادام انتي تعبانة كده. وراحت ليلى وقعت في الارض، قالت يا رجلي مش قادرة يا تيتا، تعالي قوميني، يا رجلي ففرح الثعلب المكار وجري بسرعة عشان هي وقعت بقى خلاص كده هيروح ماسكها على طول. من فرحته بقى وهو بيجري وناسي الحفرة اللي هو حاطط عليها السجادة، وهو بيجري راح واقع فيها. وليلى بقى فرحت ان هي اللي وقعته في الحفرة، وفضلت تضحك وتتنطط وتقول هي انا اللي انتصرت على الثعلب، انا اللي انتصرت عليه. وكانت فرحانة جدا جدا جدا. وراحت بقى دورت على تيتا بتاعتها،
ها، ايه رأيك بقى يا ياسمين؟ شفتي بقى ليلى بذكائها انتصرت على الثعلب المكار ازاي؟ ايه رأيك بقى يا ليلى في الحدوتة؟ كل يوم اما تسمعي كلامي وتبقي شطورة وتنامي بدري كده، انا هحكي لك حواديت على طول. هي انا فرحانة قوي يا تيتا. اخيرا اخيرا ليلى انتصرت عليه. الحدوتة جميلة قوي، عجبتني قوي يا تيتا. كل يوم بقى لازم تحكي لي حواديت من دي. انا هستنى الحواديت بتاعتك، ومش هنام بعد كده الا وانتي معايا. ابقي تعالي يا تيتا جنبي على السرير، انا هقفل الشنطة وهشيل حاجتي، ونامي بقى جنبي على السرير كل يوم. خليكي معايا واحكي لي حدوتة حلوة، وعشان صحابي كمان هحكي لهم الحواديت بتاعتك الجميلة. يلا يا تيتا، يلا بقى تصبحوا على خير.